ما واجبات المؤمنين والمنتظرين لإمام الزمان في زمان حدوث الصيحة الجبرائيلية؟ هناك 3 واجبات على المؤمن والمنتظر لإمام زمانه أن يراعيها وأن يتبعها. أولا، اعتزال أهل الباطل، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام إنه قال: ينادى مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا ويا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. ثانيا، اتباع الصوت الأول، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال: صوت جبرائيل من السماء وصوت إبليس من الأرض، فاتبعوا الصوت الأول وإياكم والأخير أن تفتنوا به. إذن هنا نقطة مهمة، أنه الإمام يوصينا باتباع الصوت الأول لأنه بلا شك أنه صوت جبرائيل عليه السلام. ثالثا، الاعتبار والسمع والطاعة لهذا الصوت وهذا النداء، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام إنه قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم عليه السلام، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب. إذن هاي النقاط ال3 من النقاط المهمة التي تعتبر كواجبات للمنتظرين وللمؤمنين في وقت حدوث الصيحة. قتلته يا نساك الحسين، يا نساك الحسين، جنب الشريعة ورضيع